هنعمل طريقة جديدة للبسبوسة بالشوكولاتة، تحلية سريعة وبدون فرن. في طاسة على النار هنحط كوبايتين سميد بسبوسة وهنقلبهم كويس لحد ما يتحمروا لدرجة اللون اللي احنا عايزينه. وبعد ما يتحمروا هنسيبهم يبردوا شوية علشان السميد بيبقى درجة حرارته عالية. وهنضيف كوباية لبن بودرة وهنقلب كويس والنار مطفية عادي. وفي كوباية فيها كوب الا ربع سكر بودرة وهنضيف عليه كوب حليب وهنقلبهم مع بعض كويس وهنضيفهم على السميد ونعجن بقى كويس لحد ما يبقى بيتشكل معانا. ولو احتاجت نضيف شوية لبن بنضيف كمان شوية لبن لحد ما يلزق في بعض كويس ويبقى سهل التشكيل. وهنقلبها على النار 5 دقايق علشان السميد يستوي. وفي صينية وفيها ورق زبدة دهنتها زيت وهنزل بالسميد فيها وهفرده كويس. نضغط كويس علشان يتماسك. وفي حلة على النار هنسيح شوكولاتة خام على حمام بخار. سيحت مكعبين شوكولاتة وضفت عليهم مكعبين تانيين عشان حبيت ازود الشوكولاتة شوية. وبعد ما ساحت كويس ضفتها على السميد ونفردها كويس. وهنسيبها في التلاجة تبتدي تشد شوية اللي هي ما تلزقش في ايدينا بس لسه طرية. وهنقطعها على الشكل اللي احنا عايزينه مربعات او مكعبات زي ما احنا عايزين علشان يبقى سهل التقطيع. وبنسيبها في التلاجة لحد ما الشوكولاتة تجمد كويس. وهنا بعد ما طلعتها وحطيتها في طبق التقديم وهي سهلة جدا وسريعة وبسيطة وطعمها لذيذ جدا ويا رب تعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك.